عايز تتعلم مهاره في وقت قصير تقدر تدخل بيها فلوس كويسه جدا، الفيديو ده هيعلمك ازاي تتعلم في 10 خطوات بس لاي وكل مهاره عايز تتعلمها. قسم المهاره اللي انت عايز تتعلمها لاقسام صغيره وتعرض ليهم بشكل فردي، يعني حاول تتجنب ان انت تتعرض لاكتر من مهاره في نفس الوقت. يعني مثلا لو عايز تتعلم تصوير، المفروض بتتعلم يعني ايه كاميرا، تشوف ايه نوع الكاميرا المناسبه، تتعلم تصور بالكاميرا، تتعلم اضاءات، الوان، تركيب الصور، تشوف صور حلوه على النت. حاول ما تعملش ده كله مره واحده. لو حاولت تعمل دول كلهم مره واحده هتاخد وقت اطول بكتير في التعليم، على انك لو مسكت مهاره وحاولت تبقى كويس فيها، على انك لو مسكت مهاره وظبطتها. تعلم ثم الممارسه ثم الممارسه ثم الممارسه. الممارسه هي اساس تعلم اي حاجه، بس طبعا الممارسه من غير نظريه مش هتوصلك لحاجه، والنظريه من غير ممارسه هتربكك وتوترك وفي الاخر مش هتوصلك لحاجه. يعني كل ساعه مذاكره معاها متوسط من 3 ل 5 ساعات ممارسه، وده طبعا بيختلف من مهاره للتانيه. ريح في النص. لما تتعلم حاجه جديده ده بيحط ضغط كبير جدا على المخ، واللي بيخليه يرهق بطريقه شديده، والارهاق ده بيقلل من القدره الاستيعابيه للمخ. اما كل من 60 ل 90 دقيقه تاخد ناب او تريح 20 دقيقه تقريبا، ده بيخلي المخ لوحده يعيد المعلومات كتير جدا، وده بيساعد على الذاكره وبيزيد القابليه لاستقبال معلومات جديده بعد الراحه. النوم العميق او الديب سليب، طبعا احنا كلنا عارفين المذاكره ما بتحلاش الا ليله الامتحان. لما بنسهر لحد ساعه الامتحان بيحصل حاجه من اتنين، يا اما بقفل الامتحان يا اما بصحى تعبان جدا ما اعرفش احل اي حاجه. بس سواء ده او ده، النتيجه النهائيه بتبقى ان بعد يوم 2 اسبوع او شهر بنسى كل حاجه. طبعا ده مش المغزى من الدراسه ولا المغزى من الامتحانات ان احنا ننسى كل حاجه، بس لو هي على قد الامتحان ممكن تعدي. لو بتتعلم مهاره عايز تكسب منها فلوس وتبني بيها مستقبلك، ده ما ينفعش خالص. ما تبداش تتعلم مهاره جديده او شيء جديد الا والمهاره اللي قبليها بالنسبه لك بيس اوف كيك. دماغك يا عزيزي مش بذمتين، يعني بيبقى عايز يدي اهتمام لمهاره واحده بس. لو حاولت تخليه يشتغل في مهارتين او اكتر في نفس الوقت، احب اقول لك انه هيبطئ السرعه بتاعته جدا في الاستيعاب، وممكن يرجع يحط رجل على رجل ويقول لك اشتغل مكان احسن. بسط اي مهاره بتحاول تتعلمها وحاول تربطها بشيء قديم انت اتعلمته، لانه اسهل طريقه لسرعه الاستيعاب والذاكره هو انك تساعد المخ بانك توريه المكان اللي يخزن فيه المعلومات، وهو هيرد لك الجميله بانه هيتعلم بسرعه. على فكره دي الكويس عن تجربه، اسمع مني.